تعقيبا على الفيديو السابق الذي تحدثت فيه، احنا كلنا مسترين بالعافية، ولا احنا ملائكة طهر نزلنا من السماء يا أخي. الموضوع بما فيه الذي هو أنيق ونظيف، هو نظيف من بيتهم، هو بريال صابون وتغسل ثوبك بالبيت، ولا الملابس الذي عليك تغسلها بالبيت، وتخرج على أقرب مغسلة تكوي الثوب حقك ولا الملابس الذي أنت لابسها، وتطلع بشكل نظيف، وتروح أماكن عامة وحدائق عامة، وتروح مطاعم، تروح وين ما رحت. يعني أماكن التجمعات هذه حاول إنك تكون إنسان مهذب وأنيق ويعني ونظيف في نفس الوقت. لكن في شغلك اشتغل، لكنك تطلع من شغلك بملابس العمل حقك وتروح مطاعم وحدائق ومولات وكافيهات وتطلع أماكن عامة فيها تجمعات، أن ترسل صورة سيئة على بلدك. النظافة هي من الإيمان، ما هو لا غرور ولا كبرياء ولا شوفة نفس ولا حاجة ولا شيء. وبعدها يا أخي سر لأقرب صيدلية، خذ لك مزيل عرق ب8 ريال وامسح هنا، وإنك الأول. النظافة شيء حضاري، شيء ثقافي، وفي نفس الوقت النظافة من الإيمان. ما قالش الوساخة والقذارة من الإيمان، قال النظافة، خليك إنسان أنيق ونظيف. موضوع سهل ما يكلفش كله ولا 11 ريال. مش تجلس معك ثوب طارح له بالشنطة حقك له سنة وتخرج تلبسه وخرجت بالشارع مع الطاف كذا بظهرك، تقول خارج جاهد أنت في سبيل الله. أنت خارج مكان تغير جو، تغير نفسيتك. شل الثوب هذا بدل ما تلبسه معطف وصير غسله، ولا يخرج لك بالسوستة هذه مفتوحة لها أنا لعند السرة حقه كذا لا نازل. يا أخي غلقه وامشي وتخلق بخلق الناس والعالم الذي حولك، تحضر. تحياتي.